أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد وصح الكلام. ضيفتنا النهاردة دكتورة حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. أهلا بيكي معنا يا دكتورة حنان. أهلا بحضرتك. دكتورة حنان، كلامنا النهاردة بيقول إيه؟ اتغدى واتمدى واتعشى واتمشى، صح الكلام؟ صح الكلام مظبوط. ليه بقى صح الكلام؟ فسر لنا بقى الجملة دي كده. احنا نقول الجملة دي بقى على شقين، هي اتغدى واتمدى وتعشى وتمشى. طب خلينا نتغدى الاول. ايوه نتغدى الاول. الغدا دي الوجبه بتاعت الغدا عاده بتكون وجبه تقيله، يعني تكون وجبه دسمه، لان دي تقريبا بتبقى الوجبه الرئيسيه في اليوم. فكل عناصر الجهاز الهضمي، المعده وكل العناصر بتاعت الجهاز الهضمي بتحتاج كل الطاقه بتاعت الانسان علشان تهضم الوجبه دي، وبالتالي بتسحب الدم كله من الجسم علشان تعمل العمليه ديت. في المثل بنقول ايه؟ اتغدى واتمدى، علشان لما جسم بيتغدى او بتدخل له المواد الغذائيه ديت بيبتدي ان هو ياخد الطاقه بتاعت الجسم كلها، وكل الدم اللي في الجسم بيتسحب للمعده علشان تبتدي تعمل العمليه بتاعه الهضم. فبيبقى الانسان محتاج يتمدد، يرتاح، علشان يسيب الطاقه اللي هو يعني هيمشي بيها او هيتحرك بيها او هيعمل اي عمل، يسيبها للجسم في عمليه الهضم. يعني يتغدى ومثلا ينام شويه، مش لازم ينام يعني يروح في النوم، بس يتمدد، يعني يهدى كده، يقعد كده ايه هادي لحد ما يعني يعدي فتره يكون الجهاز الهضمي بدا ان هو ياخد وقته في ان هو يهضم الاكل، والطاقه اللي هو يعني محتاجها في ان هو يهضم الاكل ويوصل العناصر الغذائيه اللي هو هيستخلصها بقى من الوجبه الدسمه اللي اكلها الانسان دي، ياخد الطاقه دي يستخدمها في العمليه دي. لكن هو لو عمل اي عمل فيه مجهود او كده بعد الغداء هيبقى بياخد طاقه مضاعفه في المجهود اللي هو بيعمله، وفي عمليه الهضم اللي احنا مش حاسين بيها، هي بتحصل في جسمنا احنا مش حاسين بيها، بس هي بتسحب طاقه جامده جدا. طب كده هيتعب بقى ولا هيؤدي لايه يا دكتوره حنان؟ هو الحقيقه لو احنا حتى بنحس ان في ناس كتير بيبقى طبيعه عملها بتحتم عليها انها بتتغدى في العمل، بيبقى فيه فتره مثلا راحه مثلا ساعه او حاجه، فبيتغدى وبيكمل شغل. ما هو غالبا اللي بيتغدى في العمل بيبقى بياخد يعني حاجه خفيفه كده، مش الغدا الدسم، لكن هو المثل ده اتقال يعني على اللي هو الوجبه الرئيسيه بالظبط، اللي هو الحاجه الطبيعيه، ان احنا يعني بيبقى وقت الغدا دوت بتبقى وجبه رئيسيه دسمه تقيله، بيبقى محتاج الجسم ان هو ياخد كل الطاقه علشان يهضمها. ففي الحاله دي، لكن هو لو اتغدى مثلا في شغله او هياكل حاجه خفيفه ومش هيبقى بقى اكل بقى وطبيخ وحاجات كده، لا. فانا اتجنب لو انا في البيت ان انا بعد وجبه الغداء ان انا ما بذلش مجهود كبير. بالظبط كده. ما انزلش على طول، لو انا ورايا مشوار ما انزلش على طول. بالظبط كده. يعني اقعد بس اهدى كده شويه. يعني هو يتمدى دي مش معناه ان هو ينام يروح في النوم، مش لازم اروح في النوم، بس اهدى كده واقعد اتمدد مثلا، بحيث ان الطاقه دي انا اوفرها للعمليه اللي بتتم. اعتقد كمان بعد الوجبه الدسمه دايما بنحس بالخمول يا دكتوره حنان. بالظبط. ليه؟ لان الدم كله بيتسحب من الجسم، بيبقى في العناصر بتاعه الجهاز الهضمي في المعده بقى، بحيث ان هي بتحصل عمليه الهضم، وبعد كده بتبتدي يحصل امتصاص العناصر الغذائيه اللي اتهضمت دي. فكل دوت انا محتاج الطاقه، محتاج الدم موجود معايا عشان ينقل العناصر اللي موجوده دي لبقيه اجزاء الجسم. فدي كلها طاقه جامده جدا بتبقى مسحوبه من الجسم، فالجسم لازم يهدى شويه علشان الطاقه دي تبقى متوفره للعمليه دي. بس هل علاقه بقى كمان ان بنوعيه اكيد الاكل، ان وجبه الغداء فيها نسبه مثلا نقول دهون اكتر مثلا من وجبه الفطار او العشاء؟ ده الطبيعي، ده احنا بنتكلم من الاشخاص الطبيعيه. ايوه، حتى لو هي فيها لحوم، فيها اسماك، فيها دواجن برضو، فبتحتاج هضم اكتر. حتى لو هي وجبه هيلثي يعني صحيه، برضو بتبقى ثقيله اتقل من الوجبه بتاعه الفطار والوجبه بتاعه العشاء. يعني لازم دي الوجبه الرئيسيه بتاعه الانسان، لازم بتبقى المكونات بتاعتها اتقل من الفطار واتقل من العشاء. عشان كده دايما نقول ايه، ما تاكلش حاجه تقيله على الفطار الصبح. بالظبط. عشان ايه؟ اللي انت المفروض انت هتفطر الصبح ايه، ده بدايه اليوم. ايوه. يعني هتنزل مثلا لو طالب هيروح كليته او مدرسته، لو حد بيشتغل هينزل شغله، فمحتاج نشاط وطاقه. بالظبط كده. بالظبط كده. هو الفطار يفطر كويس، يعني يفطر حاجات كلها عناصر غذائيه مناسبه ليه، بس ما تبقاش تقيله. لكن التقيل خليه في الوجبه الرئيسيه بقى علشان نتغدى ونتمدى. هنتعشى بقى. العشاء بقى. طب في حاجه بين الغداء والعشاء؟ هو يعني المفترض الحاجه الصحيه ان احنا ما بناكلش سناكس كده في نص الاكل. المفروض ان احنا بناكل في الوجبات الرئيسيه بتاعتنا بس. لو حاجه في النص كده بتبقى المفروض انها يعني يا اما حاجه خفيفه يا اما هو المفروض لا، يعني عشان البني ادم لما بياخد الحاجات اللي في النص دي يا اما بياخد اكل كتير فبيحصل سمنه، يا اما بيشبع من الحاجه دي فما بياكلش الوجبه الرئيسيه اللي هي الصحيه الكويسه، فبيبقى الغذاء بتاعه مش صحي.
يعني يا اما بيحصل حاجه يا اما عكسها. ولو خدنا حاجه في حاجات صحيه كتير بين اي وجبه والتانيه، في حاجات صحيه، في خضروات، في فاكهه، في حاجات صحيه كتير. بالظبط، دي حاجات ما بتاثرش، ما بتعملناش سمنه، وفي نفس الوقت ما بتسدش شهيتنا علشان نقدر ان احنا ناكل الوجبات بتاعتنا الرئيسيه المعروفه. تمام. هنتعشى بقى. هنتعشى ايه الاول بقى؟ العشاء اللي برضه بتكون حاجه خفيفه زي ما قلنا على الفطار كده. لان العشاء لو هو حاجه تقيله والبني ادم نام وهو واكل حاجه تقيله بالشكل ده، بيبقى الدم لما بيتسحب والانسان نايم ده بيتعبه جدا في النوم. احنا حتى بنقول لبعضينا العادي نام خفيف او خد عشاء خفيف او اتعشى قبل النوم مثلا بعدد ساعات معين. بالظبط كده، علشان يكون الاكل الخفيف ده يسهل لي عمليه النوم. فانا عشان كده بقول ايه، رغم ان الاكل الخفيف مش هيحتاج عمليه هضم يعني كبيره او دم كتير عشان يتهضم. ما احنا عشان كده بناكل اكل خفيف. يعني احنا في العشاء بناكل اكل خفيف، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه زي ما المثل بيقول ونتمشى. ليه اتمشى؟ ما انا اكلت خفيف. لا بس عشان انا برضو هضم، يعني برضو الجهاز الهضمي هيشتغل، فانا مش محتاج ان يبقى فيه عمليه هضم. عمليه هضم دي عمليه صعبه، حتى لو كانت الحاجه خفيفه برضو بتاخد طاقه. فانا مش محتاج عمليه هضم وانا نايم، فانا بتعشى وبروح اتمشى عشان المشي دوت بيطلع لي طاقه، ببتدي اهضم الحاجه اللي انا خدتها. بس انا بتمشى، مش بجري، مش بعمل رياضه، مش بشيل حديد، لان مش عايزه احرق كل الطاقه اللي انا خدتها في العشاء. انا عايزه احتفظ بيها لما اجي انام. فانا بس بتمشى علشان اهضم، بس اساعد الجسم كده ان هو يهضم الاكل الخفيف ده، بحيث ان انا ما بقاش نايم وانا واكل يعني الاكل ده والعمليه الهضم شغاله وانا نايم. لا، بتعشى اكل خفيف عشان ما اخدش وقت طويل او طاقه طويله وكبيره في ان انا اهضمه، وابتدي لما اتمشى ان انا اخرج الطاقه دي، وما اعملش اكتر من ان انا اتمشى. ما اعملش اي مثلا رياضه او اي مجهود او اي حاجه زي كده، لاني هجوع تاني. انا خلاص خلصت الطاقه اللي انا خدتها. لا، انا بحتفظ بالطاقه بتاعتي لما اجي انام. صح. ولا انزل جيم، لان في كتير بينزلوا جيم. لا طبعا بعد العشاء لا، ما اعملش اي مجهود بدني يعني قوي كده او شديد. لا، مش بعد العشاء ابدا. طب تعشى وتمشى. ناس كتير مش هتقدر تنزل، خاصه بقى لو طول اليوم في الشغل، برضو اخر اليوم بيبقى الجسم مرتاح شويه، مش قادر يبذل مجهود حتى لو تمشيه بسيطه. التصرف يكون ازاي يا دكتوره حنان؟ جوه البيت انا ممكن اعمل اي نشاط ليا جوه البيت، برضو مش نشاط جامد. يعني انا لو بس قمت شلت الاكل من على الترابيزه مثلا، دخلته المطبخ رايح جاي، مثلا اشيله بقى قطعه مثلا، ان انا ادخل الحاجه، اقوم اغسل ايدي، اشوف مثلا لو في حاجه ورايا. لكن مش مثلا اقوم من على العشاء اقعد قدام التلفزيون افضل قاعد كده. لو في حاجه بسيطه عايزه تتحط تظبط في البيت، مش بس حاجات ايه يعني، برضو مش شغل جامد في الاعمال المنزليه. حاجات بسيطه بحيث ان انا يعني اهضم الاكل اللي انا اكلته ده، بس ما اضيعش الطاقه كلها اللي انا هحصل عليها من العشاء. طب انا محتاجه طاقه في ايه؟ ما انا شويه وهنام. ما هو تمام، بس انا محتاجه الطاقه ديت اولا عشان لما اصحى انا ما هقوم، عقبال ما هقوم واغسل وشي وابتدي افطر تاني، محتاجه الطاقه دي عشان اتعامل. الحاجه الثانيه انا محتاجه ان انا اختزن الطاقه ديت وانا نايم، عشان جسمي برضو شغال وانا نايم. انا بتنفس والدوره الدمويه بتاعتي شغاله والقلب بتاعي شغال، فانا محتاجه الطاقه اللي تخليني اقدر اعمل كل الحاجات دي وانا نايم. بس ما تبقاش الاكله تقيله، فالطاقه بتاعتي اللي انا محتاجاها تبقى شغاله في الهضم بس. حلو. حضرتك ذكرتي يا دكتوره حنان ان احنا مش عايزين عمليه الهضم تشتغل وانا نايم. حد مثلا اتعشى وهنقول عشاء خفيف بس نام على طول، ايه اللي ممكن يحصل يا دكتوره حنان؟ هو طبيا انا ما اعرفش، لان الجزء ده طبي اكتر، بس هو طالما الاكل خفيف ما اظنش ان هو بيحصل اي مشكله. يعني هو حتى زي ما بقول لحضرتك المثل بيقول اتعشى. انت مش عايزه إن يعني يخلص طاقته في عمليه الهضم. بالظبط. هو اتمشى ليه؟ اتمشى عشان دي حاجه خفيفه مش هتاخد الطاقه كلها. صح. فبالتالي حتى لو الهضم حصل وانا نايم بس الهضم خفيف، مش هياخد مني كل الطاقه. يعني هياخد الطاقه اللي هي بتهضم الاكل الخفيف ده، مش دسم، مش تقيل، مش مثلا في حاجات دهون او بروتينات او حاجات زي كده. لا، هو برضو طاقه قليله اللي بتاخدها الجسم عشان يهضم حاجه زي كده. هو ده صح الكلام. وبنشكر حضرتك دكتوره حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الاحياء الدقيقه بكليه العلوم جامعه الاسكندريه. شكرا ليكي يا دكتوره حنان. الف شكر لحضرتك.